guud ahaan dunida islaamka ayaa si weyn looga ciiday ciidii ciidul adxa haddaba waddankani Finland caasimadiisa Helsinki ayaa iyadana si weyn looga oogay goobo fara badan haddaba waxaan ku sugannahay Helsinki Katu oo ay markaasi ku ciidayeen muslimiin aad u fara badan oo natujinayay imaamka masjidka Al-Huda ee magaalada tan Helsinki xarunta waddankani Finland Sheekh Cabdiwali Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf oo markaasi ah culimadeena Soomaaliyeed dalkan Finland halkaasna waxa uu ka jeediyay khudbad aad u qiimo badnayd kadibna waxaanu u dhaadhacnay salaamihii oo ay dadka Soomaaliyeed isku weedaarsanayeen sidii looga ciiday dalkan Finland iyo markaasi dadka ay jecel yihiin inay salaamaan waxayna u dhacday sidan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd تقاربوا واعتدلوا سدوا الخلل الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخواله عباد الله معاشر المسلمين هذا يوم العيد يوم الفرحة والسرور والبهجة فيه يفرح المؤمنون بنعم الله وآلائه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون معاشر المسلمين لقد أوصى الله عز وجل عباده المؤمنون والبشرية جمعاء بوصايا عديدة بل الدين كله وصايا من الله عز وجل اشتملت على مصالح العباد في معاشهم ومعادهم قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومن تلك الوصايا العظيمة التي وصى الله بها البشرية جمعاء تلك الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام يقول رب العزة جل في علاه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء الربانيين من بعده لأن الله عز وجل أمر العلماء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه
قال سبحانه لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قل تعالوا ثم نداء للبشرية جمعاء، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، للبشرية جمعاء. جاء هذا النداء لتسحيح مسار أولئك القوم الذين بدلوا وحرفوا وغيروا، لأن الآية التي قبلها تحدث الرب عز وجل عن أولئك الذين يحللون ويحرمون، فقال سبحانه: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. النداء لتسحيح مسار أولئك القوم ليبين الله عز وجل أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما بينه الله عز وجل وبلغه نبيه ورسوله الكريم. ثم الوصايا اشتملت على أصول المحرمات وأصول الفضائل وأنواع القربات، فبدأ بأعظم وصية وصى الله بها البشرية، ألا وهو التوحيد الخالص لله عز وجل، توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. قال سبحانه: ألا تشركوا به شيئا. إن فهم هذه الحقيقة هي أساس الدين كله، لأن المشرك كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المشرك لا يغفر له ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك حرمه الله الجنة، فقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الوصية الثانية عباد الله: وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين بعبادته سبحانه، وذلك في غير ما آية من كتابه. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: في الرابعة أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن هنا أخذ أهل العلم أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، وأن بر الوالدين قرن بعبادة الله عز وجل، وما ذلك إلا لعظم هذا الشأن، فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق هو الفقر، يعني لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر والمجاعة. لا تقتلوا الأولاد سواء الأحياء أو الحمل في بطون الأمهات خشية أن يطعموا معكم. الغريب عباد الله أن أصحاب النفوس الضعيفة
الذين انتكست فطرتهم فاجتالتهم الشياطين فانحرفوا عن الجادة. هؤلاء يتعرضون للأذية للأولاد فلذات أكبادهم، بينما الفطرة السليمة أن يشعر الإنسان الألم والأسى والحزن عندما يصاب ابنه بأذى أو بسوء. ومن هنا أشار الله عز وجل قصة يعقوب لما فقد ابنه يوسف فقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأخبر عن أم موسى أن صبرها قد نفذ وأن قلبها قد فرغ من الصبر، فقال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه الوصية مما يبين عظمة هذا الدين ويبرز محاسنه، حيث تكفل الحقوق للجميع، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للحر والعبد، للبشرية جمعاء. الوصية الرابعة عباد الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش اسم لما أنكرته العقول واستقبحته واستعظمته من الذنوب والمعاصي والآثام. ولقد سمى الله عز وجل في كتابه بعض الذنوب بأنه فاحشة، منها قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والله سبحانه وتعالى يغار على محارمه، ففي الحديث: لا أحد أغير على الله، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية عباد الله هدفها الرئيسي حماية المجتمعات من الانحراف والذوبان والفساد الأخلاقي حتى لا تكون في الحضيض، وإنما يريد الله عز وجل أن تكون البشرية جمعاء نقية صافية من كل فحش، من فحش اللسان وبذاءته، من فحش الأفعال والجوارح، من فحش القلوب والضمائر، لتحيا البشرية حياة طيبة كريمة. الوصية السادسة عباد الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. تكفل الله عز وجل للجميع حقوقهم، فلم ينس ذلك اليتيم المسكين الصبي الذي لا حول ولا قوة له إلا بالله، الذي قد يكون ويصبح عرضة للنهب وللسرقة من بعض ضعاف النفوس، فحفظ الله عز وجل ماله في الصغر. قال سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بل قد توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم لمن يأكل أموال اليتامى ظلما. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي المقابل وعد الله عز وجل الجنة لكافل اليتيم، بل جعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشبك بين السبابة والتي تليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الوصية السابعة عباد الله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
أمر بالعدالة الاجتماعية، أمر بالعدالة في المعاملات المالية، فلا بخس ولا تطفيف ولا نجش ولا خيانة ولا خداع، بل توعد الله عز وجل بالويل والعذاب الأليم لمن يطفف الكيل والميزان، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم ذكر الله عز وجل في ختام الآية بقاعدة جليلة: لا نكلف نفسا إلا وسعها، ليبين الرب عز وجل بأن دين الإسلام دين يوافق الفطرة، دين يوافق العقل السليم، دين فيه السهولة واليسر، دين فيه السماحة وفيه كل الحسن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يريد الله أن يخفف عنكم كما قال في آية أخرى، وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الوصية الثامنة عباد الله: وإذا قلتم فاعدلوا، أمر بالعدل في المقال والفعال، على القريب والبعيد، على العدو والصديق، أيا كان لونه، أيا كانت جنسيته، فلا عنصرية ولا قبلية ولا المحسوبية ولا المحاباة، وإنما هو عدالة اجتماعية في الأقوال والأفعال، حتى إذا كان ذلك مخالفا لك في الرؤية، مخالفا لك في العقيدة، حتى إذا نصب لك العداء، فإن المسلم لا يترك العدالة، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الوصية التاسعة عباد الله: وبعهد الله أوفوا، يعني الله سبحانه وتعالى يوصينا بالوفاء بالعهد، وهذا العهد هو هذا الدين كله، أن نطبقه، أن نعمله، أن نطبق كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شتى مجالات الحياة. الوصية العاشرة والأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية الأخيرة جامعة لجميع الشرع، لأن صراط الله هو دين الإسلام كله. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله، ثم قال: ما من سبيل من هذه السبل إلا عليه شيطان يدعو الناس إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله،
ختمت الآيات الثلاث بقوله ذلكم وصاكم به ليبين الله عز وجل أهمية تلك الوصايا وأنه يجب أن تكون محل عناية في نفوس المسلمين جميعا. ثم ختمت الآية الأولى بلعلكم تعقلون، ثم الآية الثانية بلعلكم تذكرون، ثم الآية الثالثة الأخيرة بلعلكم تتقون. ومن هنا قال أهل العلم فإن من تعقل وتدبر تذكر، فإذا تذكر اتقى الله عز وجل. ألا فتعقلوا وتدبروا وتذكروا ثم اتقوا ربكم عز وجل، واعلموا أن ديننا دين حفظ جميع الحقوق، حفظ المقاصد الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل إلى غير ذلك. دين ارتضاه الله عز وجل لنا دينا. ففي يوم عرفة في حجة الوداع أنزل الله عز وجل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا ليال معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى diintan oo dhan waa dardaaran oo ugu dardaarmay bashariyada iyo bini'aadanka wax anfacaya adduun iyo aakhiro. dardaaranka guud oo diinta oo dhana wuxuu haddana si gaar Allah Azza wa Jalla quraanka ugu dardaarmay dardaaranna fara badan. waxaa ka mid ah dardaarannada 10ka dardaaran ee halkan meel lagu soo arooriyay quraanka fi suurati al-an'am. Allah Azza wa Jalla isagoo nabigiisa la hadlaya ayaa lagu yiri ku dhex dadka. marka nabiga lala hadlayana dhammaan culimada iyo ducaada lala hadlaya inay xaq dadka u cadeeyaan, wasiyadana ay dadka siiyaan. waxaa lagu yiri dadka ugu baaq una yeer tacaalow, waxaad ku tiraahdaa kaalaya. oo maxay u kaalayayaan? si loo bedelo wadada khaldantay, si loo ilaaliyo waxyaalihii fasahaaday. aayadii ka horeysay waxay tilmaamtay inay jiraan qolo wax xalaaleynaya, qolo wax xaraameynaya iyagoo xujo iyo burhaan Allah subhanahu wa ta'ala aanan ka haysanin. ومن هنا ayaa lagu yiri nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam dadka waxaad ku tiraahdaa kaalaya aan idinku dul akhriye ma harrama rabbukum alaykum, wuxuu alle idinka xarimay aan idin sheego. waxaa lagu horeysiiyay wasiyada iyo dardaaranka ugu horeeya Allah subhanahu wa ta'ala in la kaliyeelo, shirki oo dhan iyo khuraaf oo dhan la iska ilaaliyo, cibaadadan ciidan Allah ahayn inaanan waxba laga siinin. mahma uu sharaf yeesho, sawaan ha ahaado malag, ha ahaado nabi la soo diray, ha ahaado maxaa la yiraahdaa wali saalixa, mahma ay sharaf uu yeesho, cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa iska leh. walidaalika nabiyullah Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa loogu goodiyo la yiri hadii aad shirki ku dhacdo la yaxbatanna amaluk, amalkaaga waa buraya. qofka shirkiga ku dhacayna jannada waa laga xarimay, maalkiisuna waa naarta wal ciyaadu billah. dardaaranka labaad ee quraanka aayadaha lagu sheegay waalidka u baarinimo sameeya. waalidku marar badan quraanku waxa la xiriiriyaa Allah subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa marka laga sheekeeyo waxa la daba dhigaa waalidka warhamoogaanina. maxaa yeelay waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. sidoo kale aan ishkurli imahdi oo imahadnaq markii la yiri wali walidayka ayaa la raaci, waalidiintana ha halmaamin oo umahadnaqay. maxaa yeelay iyaga sabab alwujud, iyaga adduunkani sabab u aha bacda Allah Azza wa Jalla. walidaalika inaan la halmaamin xaqaas iyo dardaarankaas alle uu adkaynayo in laga soo baxo. alle subhanahu wa ta'ala sidoo kale wuxuu dardaarmay wala taqtulu awlaadakum min imlaaq.
الإملاق ورعيالكينا إيا أبدكينا قاجك عرر كيدا هأدلنا إني وحيدن لعنان كعبسيات كبقيسان إني مجاعة إذن كنا عدو أذنكو كول والسني أبدكينا هأوليننا سواء كوانو الها هذان كوا علوش كجرا ها هذان الله سبحانه وتعالى حقوق وحفظي هدو علمه يريهي يهدو ويهي لب يددق متكو دون ها هذا علوشها كجرا أما صبح حقوق ذا إلهي وإلهي سبحانه وتعالى سيدو كلا ألا وحقرانك كدر دارمي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هدي لنا نفتا ألا حرمي إناد حق كدشان ما أجيه نفتا ألا حرمي وحسوق ذا جلي نفتا ضدك مسلمين تا وحسوق جلي النفوس تجالذا كوذا لأمان سياسي معاهدين تا ذميين تا مستأمنين تا إن الدليل كرين لجونا حد جد بكرين وصيدا سي وحي عضينا يسا إنه الله سبحانه وتعالى يججأ إلى ليه إنه بشرية حفظيه إنه قفل بأمن أمان إنه كنا ولاضه إنه وجدت لجلي الله جل جلاله وصاياتك وحكم إذا ولا ليالكسو أرور آيات كاسي ولا تقربوا مال اليتيم أغنك حوليه ساودواننا هعنينا سي حق درأة اسكا إلالية محايا لعدة عنت أغنك حوليه سا نار أيوة محي أمضنا يا علوش وحا أقلين أيوه والنار ويه ولذلك قفك أغنك كفالة قاضة الرعاية بربارية وحكوت المام النبي عليه الصلاة والسلام استغى إيو ننكا إني جنة سيدا كنا قنيان لماذا فرود سيدا إسكويهين أي جنة كنا قنيان ومن هنا وصية وحن كدريمنا ولا ليال إنه الله سبحانه وتعالى حقوق ذا المهيري ومر والبإلالي يرئي وين مثل جحد قد بكر إسلام كإنه سنجرين وحكم إذا دردارا كؤلب بحية ولا تقربوا الفواحش هؤدواننا فاحشة إيه حمانت هؤدواننا فاحشة ودم بكستر إيه الله سبحانه وتعالى لجوع عاصينيو إسكا إلالية هوين هذا هيا هذا محايا لله عز وجل وحدونا يا مجتمعات كي بشرية ذو إن نقطة ضد نظيفة حياة كريمة إن يكون أولادان كان نظيفة فحشك كيسة هذا الكاهي كان نظيفة فحشك كيسة دقن كأي محلي هذا هب دقن كان نظيفة فحشك قلبك إي الضمائر تفسهادي كان نظيفة يربي دنيا مجتمعات نظيفة يدونيا وحكم إذا ولا ليال دردارن كقرآن كقصة أروري وإذا قلتم فعدلوا مركاد وحرنا إنسان عدالتها كتجينا والحق إيه جرتها كتجينا حتى هدي وقال يهي هدي عدو يهي متفقش شايه هدو يهي سكايه هدو يهي انتبه ولو نفت ذهبها ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين حتى والدين تأي قرابة عدالتكم الخاتفور أي رب سبحانه وتعالى أوليهي أيدك لويهيد يينن إذن كو حنبارين عراء أقبتان قولك قاله عدوه إن العدالة كتكتان اعدلوا هو أقرب للتقوى عدالة السماية سيدة سيئة الله كعبسي قوده ولذلك ولا ليال دينتنا ودينتا إنصافك كل سن ودينتا عدالة كل سن ودينتا سيدة أقرح بضن الله سبحانه وتعالى وحكو ختمي marka uu ka sheekeeyay mikyaalka iyo kaylka iyo wax kala gadashada iyo miisaanka inaan la khafiifinin ee mucaamalaadka dadka xuquuqdooda loo dhameystiro aan gaabis lagu sameeynin aan sadbursi lagu sameeynin marka uu ka sheekeeyay waxa lagu khatimay dardaaran guud oo aad u qurux badan shamlisanaya diinka oo dhan oo ah siraadka ilaahay oo mustaqiimka ay ku toosnaada ha ku xad gudbinina isaga raaca wadooyinka hareeraha ka baxaya ee shaydaanka uu taagan yahay bidacda iyo khuraafada أي تاجنتهي إسكا إلالية أيولي ولذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع يوجيحي مركز ووضع إلهي ومستقيمة كدبنا هريرها مذق يبدح ودوين كلا يكجيحي وحيري ودوين كشيطان باتاجن مركز آيدا أخريي ولا ليال دين كان سيدا أقرح ضبضا عد والبحقوق ليدسيي الدوني آخرة بكهالي معاشك نولشة يميعاتك آخرة بكشيكي والدينك الله وينوغر لنقضي ويرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث أمركم الله بذلك فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيته وقرابته وسائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا
يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك واكلأهم برعايتك، اللهم احقن دماءهم واحفظ اللهم أموالهم وأعراضهم، اللهم آمنهم في دورهم وربوعهم، اللهم أعد الأمن والاستقرار في جميع ربوع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkaas ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee maanta farxadda ku wada ciidaysa waddankan Finland iyo adduunka meel kasta ay joogto ummadda muslimiinta dhammaan ayaan salaamayaa. waxa waddanka maanta Finland waxa ugu ciidnay si aad iyo aad u farxad badan ummadda Soomaalida oo meel kasta is wada dhaxmarayso. marka waxa way arin aad u farxad badan sidii ciidii horeeto oo labadii sano hadda soo arkay aad ay hadda uga farxad badan taas aan u jeedo ummadda Soomaaliyeed. marka waa salaam. bismillah magacay waa Cabbaas Maxamed Xasan ku nool Finland Helsinki. waxaan hambali uga dirayaa halkan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo ummadweynta muslimiinta caam ahaan munaasabadda Ciid al-Adha. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. muslimiinta meel kasta ay joogaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dhibaatada dhulka muslimka iyo dadka muslimiinta khaaska ku ah inuu ka dulqaado insha Allah taala. waa mahadsantiin Universal TV. meesha waxaan ka salaamayaa ehelkeena dhammaan aabbe Xasan Cali Xashaash dhammaan dadka yaqaana xaafadda Wardhigley dadka suuradeeda iyo magaceega yaqaano. waxaa intuu habalyanaya TV-ga Universal oo i suurtageliyay inaan maanta dad salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. هذا وما ستين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كهذا مجمع مدة الإسلام كأيكونوا وضدك فينلاند كهران مقالة هلسنكي وحن دمان هم بليو ودريا يسبق قادين مدة الإسلام كمركز تأييد شوغان وحنا هاي عيد مبارك كنا عيد خير يبربش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو إبراهيم إسماعيل حاج أحمد وحنا كسلام يا دمان مدة الصوماليات. waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. waxaan ka salaamayaa ehledeeda oo kala jooga Laascaanood Woodwood Buuhoodle Balle Cadbeyaal dhammaan waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ah Abuukar Axmed Macalin jooga waddanka Finland gaar ahaan caasimadda Helsinki. waxaan halkan ka salaamayaa intaan salaanta gelin waxaan halkan hambali ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan familkii qaaska ah reer Axmed Macalin iyo asxaabteyda reer Helsinki. waxaa kaloo halkan jeclaan lahaa si gaar ah inaan u salaamo familkeyga hooyaday Maryam Cabdijaliil Aabbe Axmed walaalkay Maxamed iyo dhammaan dadka dhan gaar ahaan dadka adeerayaashay oo dhan oo joogaan waddanka Finland adeer Cabdi ilmihiisa adeer Cali ilmihiisa asxaabteyda hadii aan ka hadla asxaabteyda dhammaantood oo waddankan joogo waa salaama. waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan. waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. muslimiinta walaalaha Soomaaliyeed ehelkayga asxaabteyda iyo cid kasta oo muuqaalkayga garanaysa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaah alxamdulillaah. waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. gaar ahaan familkayga oo kala joogo Holland Mareykanka Finland Soomaaliya Sacuudi Carabiya Heer Culuw. waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan asxaabteyda Soomaaliya Abshir Guu Najiib Cabdulle Abuukar Dheere أوكر وجبيل وحين الله دمان مسلمين تملك استأجرتان عيد وناسي كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو كهاد الله مجا عمد الصوماليات جوكت ودك فينلاند وحن لا يهمبليو عيد أضحى وحن ورجينا يا عمد المسلمين تأردن دمان إن عيدان كل عيدان أما عيد ذاك يكون جاران بش برواقه waxaan kaloo aan leeyahay isku duubni iyo wadankii Soomaaliya oo noqdo wadan nabada. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynayaa dadka degan magaaladan Helsinki iyo agagaarkeeda iyo wadanka Finland oo dhan ayagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan. waxaan si qaas ah aan ugu hambalyeynayaa labada saaxiib Xuseen Culuw oo nin macruuf ah oo la yaqaan ciyaal yaqshid ah iyo waxaan kaloo macnaha u hambalyeynaya
ninkan walaalkeeya oo cabdi la yiraahdo oo asna ciyaal suqbacaada haddana waa naga guuray laakiin insha Allah inuu noo soo noqdaan rajaynaynaa annagana aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waxaan si qaasa ugu hambalyaynayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Professor Xasan Sheekh Maxamuud Culusow waxaan kaloo Professor Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Prime Minister mudane Saacid Dr. Saacid asna u hambalyaynayaa iyo waxaan u hambalyaynayaa wariye Maxamed Muuse Seeraar oo ah wariyaha Somali Universal ah TV-ga Universal ahna ninka kaliya oo noo sahlo waxyaalaha badan oo ummadda Soomaaliyeed ku naalooto waxaan kaloo u hambalyaynayaa in uu yahay oo qaybsanaha qaybta Radio Warsan ee waddanka Finland oo aad iyo aad macluumaadkiisa looga fiirsado waddanka Soomaaliya oo dhan Abaajibil ayaan u hambalyaynayaa oo nin macruuf oo laga yaqaano shanta degmo oo badda dhacda magaalada Xamar oo nin macruuf ah asxaab badan hadda Xamar ku yeeshay la yaqaano markii ugu dambeysana koobkii garoonka Wama ee lagu qabtay macnaha ka dhiiba biladaha waxaan si qaas ah u hambalyaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto bari iyo bad cir iyo dhul waxay noqotaba meel kasta ay maanta ay ka joogaan adduunyada waa u hambalyaynayaa waxaan hilmaamay hadalku ma jiro u hambalyaynayaa maamulka ama dowlad goboleedka Khaatumo State oo ah state aad iyo aad u fiican oo macnaha aan rajaynayo in stateyada hadda process ku jiro inuu ka qayb galo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaggan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aniga ku hadlaya magaca ururka ama magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee Finland gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa oo gebi aan leeyahay ciid wanaagsan meel walba ay joogto especially ama gaar ahaanba waddanka ka yimid killa kashanaad madaxweynaha xagga waxaan ka salaamayaa Cabdi Cumar dhammaan dhalinyarada u soo baxday killa kashanaad aad baa u salaamayaa waxaan salaamayaa oo kale familigeyga Finland inta joogta familigeyga dibadda kulli inta wada joogaan maamadeeda qaaliga Cudba Carba Cabdullaahi iyo wariyaheena Maxamed Muuse Abaajibil iyo gudoomiyaheena ku xigeenka Soomaaliyeed Yaasiin Cabdiraage anigoo ah Cabdi Abqaadir Cabdi aad baa u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آد يا آد وجهم بلينا أمة الصوماليات ملكست أو أي جوكتو يا دمان مسلمين تا أردن أدون كدعلديس ملكست كجوجان وحن بليغا سعود رايا رير كيجا حاس كيجا يو عرور تيدا أن وضجع لها رير كيجا فيلان جوجو قرابة تيدا أنت مو كيجا التقانو ayaan waxaan u dirayaa hadii Ilaahay yiraahdo hambalyo ciideed oo ku saabsan in aan ku wada ciidno ama aan ku wada naaloono waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha wada guulaysato yar iyo weyn ha israacdo ha midowdo insha Allah iftiin ama ifafaalo fiican ayaa jiro waxaan rajaynayaa in khayr oo noogu dhamaado sanadkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim عيد وناكسن waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed sida ay u wadan tahay islaamka oo dhan oo sanad cusub galay sanadkiisa Ilaahay inuu noo gaarsiiyo caafimaad min al-ciidin ayaan kulligiin isku duub sibo TV-ga Universal iyo asxaabteeda Muqdisho Guest House sida ay u wada dhan yihiin aan Muqdisho ku soo yeeshay waxaan halkan ugu hambalyeynaa ama u dirayaa tahniyada waalidkayga hooyaday macaan Marian Faadumo Aliyo iyo inta muuqayga taqaan ee asxaabteeda ku nool Muqdisho iyo Finland iyo Wardan iyo Mareykan inta aan hilmaamayna raalakna ciid wanaagsan kulligiinaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaam muslimiinta meel bay joogto qaraan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan inta muslimiinta ee dunida dacalada ku nool inta taqaan muuqayga mulqaad waxaan salaamayaa dhammaan ugu horreyn waxaan salaamayaa hooyada macaanka badan Faadumo Cali Xuseen iyo waxaan salaamayaa dhammaan ilmahayga iyo aabahay macaanka badan walaashay qaaliga badan Faadumo Foos deeqo dhammaan masoo koobka dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan waantu dhammaantiin ciid gabdhahayga ilmahooda waxaan awow ahay waxaan abtiyaal u ahay dhammaan salaam calaykum ciid mubaarak
hooyaday aabahay waan salaamayaa maanta ciid wanaagsan bay ahayd ciid mubaarak hooyaday aabahay waxaa salaamayaa ciid mubaarak likulla muslim laabawam ciid mubaarak waxaan salaamayaa awowgaygii hooyaday aabahaygii inta ayaan ku soo gabagabanaynaa barnaamijkii ciidda ciidul adxa ee aanu idinka soo tabinaynay waddanka Finland caasimadiisa Helsinki iyadoo maanta si wanaagsan looga ciiday dalkan Finland maxamed muuse Universal TV waqooyi Finland